ونقولوا كيفاش نجحوا ونعملوا كيفهم، خاطر هما كانوا يعملوا كيفنا، احنا كنا مسيطرين عليهم وكنا توا تقلبت لازمنا نرجعوا به. قال لك تونس كانت مسيطره علينا والمغرب كان كيتعلم منهم. على فين عمر تونس فات الدور الاول من كاس العالم؟ نخليكم مع شنو قال الاعلام التونسي. ما تنسوش دائما الاعجاب والاشتراك وعطينا الراي ديالكم في التعليقات بخصوص هذا الموضوع. والله يا صاحبي الدخله ونحب نحكي على عودة أبطال العالم للمغرب، واستقبال أكثر من رائع، استقبال استثنائي، استقبال بصراحة بعمري ما ريت الناس تقابلوا لا كاس عالم لا. بالحق الشعب المغربي خرج فرحان، خرج يعبر على فرحته بأبطال العالم نتاعو، وهذا من حقه، وبالحق يستاهلوا أكثر من هكا، لأنهم بالحق عمالقة في كرة القدم يا صاحبي. كنت اللي تعرف اللي المغرب أزاح عمالقة كرة القدم قدامه الأرجنتين، البرازيل، فرنسا، إسبانيا. بصراحة ما نجموش يعملوا لهم أقل من اللي عملوه لهم. استقبال ملكي زادة، ولي العهد كان موجود واستقبلهم وهناهم. بصراحة يستاهلوا كل الخير ويستاهلوا كل ما عملوا لهم وأكثر وزيادة، ومصاب الفرحة تجينا هذيك. بالحق احنا في أمس الحاجة ليها كالفرحة، وشارع محمد الخامس يتعبى وتبدأ ناس نرجعوا شوية للذكريات. بالحق توحشناهم، عنا برشا ولينا نسمعوا. ما يجوكش هدية من السماء، ما يجوكش الفرحة هذيك لا تخدم لها 10 5 سنين القدام. لا برنامج الناس هذوما خدموا عندهم 12 سنة بالضبط، 12 سنة. الكيب هذايا كما قال سعلي الكعبي تحية ليه، قال لك ماتش ودي تونس ربحتهم 3 بلاش. اي 3 اليوم شوف هما ابطال العالم، واحنا وين كان تجي التشكيله اللي لعبت كونتر المنتخب المغربي، كون جيت تفركس عليهم تو اشتراهم ضاعوا ما عادش موجودين. لا ما نعرفوش نستحفظوا صاحبي. شو تعرف شو في غياب الاستراتيجيه كرة القدم التونسية بصفة عامة، هنا بزمان دان استراتيج، انسان يخمم، انسان يفكر، انسان عنده يسطر البرنامج ويخدم على برنامج ويخليوه يخدم. مش صاحبي من الدورة الأولى نمقصوه ونقولوا له هيا لا وما يجيش ومش باهي كيما توا نستادوا في بعض. يا صاحبي احنا ناس نستادوا في بعضنا، ناس ما نحبوش بعضنا، حتى حد ما يحب الخير. انت صاحبي ناجح، عايش بيك انت ناجح وانا مانيش ناجح، يخدم ونجح كيفي، يخدم ونجح كيفي. اخي المغرب راه مش بارازار يا صاحبي، راهو هزت الشان والكوب دي موند دو موان دو 20 ans وموان دو 23 ans. ليكيب بروميير ما ترشح الكوب دي موند، عامل جو اولمبيك ماخذوا ميداي دو برونز. مش صدفه لا، ناس تخدم. تو برشا ناس كي تحكي يقول لك ليه احنا المثل الباين لازمنا نتبعوه ونقولوا كيفاش نجحوا ونعملوا كيفهم، خاطر هما كانوا يعملوا كيفنا، احنا كنا مسيطرين عليهم وكنا توا تقلبت لازمنا نرجعوا. باش نرجعوا بالخدمه والبرنامج، وتحط الناس اللي يلزمهم يكونوا في الاماكن نتاعهم. ما تجيبش اللي يجي وتحب تنجح، جيب الناس اللي باش ينجحوك، جيب الناس اللي يعرفوا ينجحوك، مش تجيب اللي يجي وبعد تقول هاني. شو اول حاجه لازمك تضخ الامكانيات اللازمه، لازمك تجيب الناس اللازمين، هذوما الكل لازمهم يتلموا باش تلقى نتيجه، ومش ما تلقاهاش بعد عامين وثلاثه واربعه. لا تخدم من 10 سنين واحكي، اما بعد راك مش تسيطر بوندون 10 ans، مش تسيطر 10 سنين. خاطر كي ترى المغرب توا بالموان دو 20 ans كيفاش، والموان دو 23 ans كيفاش، والكيب توا اللي قاعده تلعب سونيور، الناس هذوما على 30 سنه قدام عندها وان بلوس يا صاحبي. الحاجه الباهيه كلها دي بوان بوزيتيف في المغرب. الاطارات الفنيه مغربيه 100%، اطارات مغربيه. الموان دو 20 ans مغربي، الراقراقي الكيب بروميير مغربي، الشان مغربي، موان دو 23 ans مغربي. صراحه ايش نجم تحكي يا صاحبي؟ ايش عندك ما تعلق؟ ما عندك ما تعلق كان مش تقول برافو وتشكرهم ويعطيكم الصحه، وصحه عليكم، صحه عليكم بالسياسه، صحه عليكم بالمجهود، صحه عليكم بالامكانيات، صحه عليكم وكاو. خاطر بصراحه مثل يحتذى به المغرب تو. سي صالح قد ما نفرحوا لاخواتنا في المغرب لان انجازات تاريخيه اللي يعملوا فيها، قد ما قلوبنا نتألموا قد ما قلوبنا توجعنا على قد الفرح على قد الألم. أما شو يا صاحبي، أنا نقول نتألم صحيح، أما عرفتك التألم الظرفي، الألم الظرفي، خاطر احنا قادرين. شنو قادرين كي نخدموا، ومش قادرين هكا. راه احنا رانا عندنا 5 سنين طلعنا مشروع ملاعبي حبيناه يمشي لبرا، ومحمد علي بن رمضان كان فما ملاعبي وحده يقولوا لي ما فماش. جمعيات تونس الكل يا صاحبي ما طلع لك ركش ملاعبي. الاشقاء شوف نحن نحكيو على المغرب، شوف ليبيا لو كان جات تستابل راهو عندها ملاعبيه
ما يهزوها مش للكوب دي موند، يهزوها بعيد، عندها برشا ملاعبيه، الجزائر برشا ملاعبيه، احنا كنا منجم تاع ملاعبيه وكانوا يضربوا بينا المثل. علاش؟ ولا غالب علاش عملنا ريكول كبيره؟ العمل القاعدي. شو اول حاجه البنيه التحتيه، ثاني حاجه العمل القاعدي، ثالث حاجه غياب المواهب قبل صاحبي كانت تطلع. اسمعني العقليه سي صالح، اسمعني العقليه نخدموا بها زاد. اسمعني هي العقليه شنو؟ احنا كل نهار ونهار. اسمعني انا ايش قلت لك قبل؟ قلت لك لازم تجيب الناس اللي باش تنجحك وتخدم بالطريقه اللي باش تنجحك. سينو لا جيبهم من برا، جيبهم بالفلوس. شو بالفلوس يا صاحبي؟ جيبهم واصرف يا صاحبي يا صاحبي تو احنا كورتنا يسيروا فيها مدربين توانسه، عندنا طاقات توانسه، اعطينا ناس نختاروا موجودين، الناس الباهين عندنا نخبه، عندنا 4-5 اسامي باهين، اما اعطيهم الوقت واعطيهم الثقه باش يخدموا. شنو اول فيراج، اول خساره، اول ماتش نول السبان والاخر شبيكم جمعيتي والاخر ما نعرفش. سي صالح مع احتراماتي للجماهير الرياضيه، تصور انت خواتنا في المغرب يحكم فيهم فيراج؟ لا. ولا الاخر هز بوندرول ولا عمل ستاتيو فيسبوك؟ لا. هنا الجمهور الرياضي مع احتراماتي للجمهور كل الجماهير الرياضيه في تونس هي اللي تحكم في الكوره. يا صاحبي اكبر انا فك علي يا خويا باش يسبني، فك علي باش يسبني، سيبني على البطيخ. اكبر دليل المغاربه شقانا المغاربه تو وعين الشعباني اللي ناجح هما يسميوا فيه المدرب الاول والمدرب الناجح، هما انهم بات كومبلكس رغم النتائج نتاعهم والمدربين نتاعهم الكل. وقت اللي معين الشعباني مسيطر وهز البطوله وهز الكاف ومن يشكروا ويحكيوا عليه المدرب الاول في المغرب والبطوله المغربيه، وحتى هو حقه. اسكو حشموا ما حشموش لانه السيد هذاك يستاهل اللي قالوه فيه. دونك باش نوريهم يا ناس راك تخدم وتنجح راك تلقى الثناء، وحتى كان ما لقيتوش في بلادك راك تلقاه لبرا، اللي تبدا مطلوب. توا معين الشعباني من اكثر المدربين المطلوبين، عربيا وحتى دوليا لانه مدرب ناجح. وفوزي لقزع راهو هذاك الوقت الحالي. مرحبا بكم مشاهدي الافاضل في هذه القناه دائما وابدا مع الجديد ديال المنتخب المغربي. دائما ادام الله علينا الافراح في الرياضه وفي جميع المجالات. شفنا المنتخب المغربي هذا الشيء اللي داروا، الضجه اللي داروها في البلاطوهات في الاستوديوهات التحليليه ديال جميع الاذاعات العربيه والقنوات على اليوتيوب، الكل يتحدث عن الانجاز التاريخي للمنتخب المغربي. عرفوا وتيقنوا وتاكدوا ان ما حدث لم يكن صدفه في مونديال قطر. بزاف ديال الناس قالوا انها مجرد صدفه والكولاسه، والعديد من الاخبار رجت في ذلك الوقت، ولكن الان لجمت الافواه والكل اصبح متاكدا على ان ما وصل اليه المغرب الان على المستوى الرياضي هو نتاج لعمل جاد ولعمل كبير جدا على مستوى القاعده، الاهتمام بالفئه السنيه وكذلك البنيه التحتيه والتكوين والعديد من الاشياء، وكذلك الاطر. على سبيل المثال الاطر كلها مغربيه صرفه 100%، ولا الزمن الذي كنا نعتمد فيه على المدربين الاجانب الذين كانوا ياتون وياخذون دراهم كبيره مليارات عديده بدون تقديم اي اضافه تذكر على مستوى كرة القدم الوطنية. كنا نأمل معهم بالألقاب والكثير من الأشياء، ولكن دائما ما نخرج خليل وفاض وجدنا الخير في أبناء الوطن الرجال الصناديد الأشاويس الذين عملوا بجد وكد وجابوا بزاف ديال الألقاب، منهم الأولمبياد مع طارق السكيتي واللي جاب البرونزية، وكذلك جاب كأس الإفريقية للاعبين المحليين، وكذلك الآن مع وليدات وهبي اللي جابوا كأس العالم لأول مرة في التاريخ ديالنا نفوزوا بكأس العالم كأول منتخب عربي يحقق هذا الشرف، وكمل المسيرة اللي دارها وليد الركراكي في مونديال قطر. والآن المستحيل ليس مغربيا، الشهية أصبحت مفتوحة. كأس العرب إن شاء الله غادي يكون في الجيب مقروب على الإخوة، وكذلك كأس إفريقيا الأمم للمنتخب الأول مع وليد الركراكي. كل توفيق في هذا القناة هذه، غادي نواكبوا دائما معكم كل الأحداث الرياضية. دائما الإعجاب والاشتراك، ومتوفقين إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.